أحمد حلمي من أهم النجوم في الألفية الجديدة وليه أعمال كتير تعد من الأفضل في تاريخ السينما المصرية. ممكن يكون فيلمك المفضل ليه هو عسل أسود، ألف مبروك أو حتى كده رضا، ولكن من وسط كل أفلامه في فيلم بيحظى بقدر كبير من الحب عند الجمهور ومحطوط في مكانة مميزة، مكانة موصلهاش أي فيلم تاني غيره، لدرجة إن الناس بتشوفه كأهم فيلم في تاريخ أحمد حلمي، بل إنه كمان أفضل فيلم مصري على الإطلاق. فكان لازم نفهم ليه كل ده. فاستعد لبدء رحلتنا في شرح وتحليل فيلم آسف على الإزعاج عشان نفهم مكان يحمله الفيلم من رسائل ومعاني تخفت وراء حائط الكوميديا، وإزاي المخرج قدر يخدعنا ويهيأ لنا إن شخصية فريدة والطيار صلاح الدين والد حسن موجودين بالفعل، بالرغم من إن الحقيقة كانت واضحة قدام عينينا من أول لحظات في الفيلم، بس إحنا اللي مخدناش بالنا وحبينا نعيش في أوهام وخيالات حسن لنكتشف أن ليس دائما الحقيقة أغرب من الخيال. فجهز نفسك وتعالى نعرف ليه آسف على الإزعاج أفضل فيلم مصري بالنسبة لناس كتير جدا، ولنكتشف سويا أقوى حبكة درامية في تاريخ السينما المصرية. في سنة 2008 أحمد حلمي فاجئ الجميع بفيلم آسف على الإزعاج، الفيلم اللي بيقدم من خلاله فكرة جديدة وقصة مختلفة عن أي عمل تاني وقتها، قصة ممكن تصنفها كتراجيدي، سايكو دراما، كوميدي، ده حتى الفيلم ناقش بعض القضايا السياسية، فأكيد مبهر جدا إنك تلاقي كل ده في عمل واحد. بس اللي كان مثير للاستغراب وفاجئ الناس وقتها هو إيه اللي خلى أحمد حلمي ياخد خطوة زي دي. الراجل كان مكسر الدنيا قبلها في حتة الكوميديا بفيلم كده رضا واللي نزل قبلها بسنة، ده حتى في 2006 كان عامل 3 أفلام كوميدية حققوا نجاح كبير زي مطب صناعي، ظرف طارق، جعلتني مجرما. ومع نجاح الأعمال دي كان ممكن أي حد مكانه يكمل على نفس الوتيرة، طالما النوع ده بينجح وعاجب الناس خلاص إيه اللي يخليه ياخد تحدي كبير زي ده. بس أحمد حلمي كان عنده وجهة نظر تانية وقرر إن فيلمه القادم آسف على الإزعاج يكون مختلف تماما عن باقي أفلامه. اعظم واجمل ما عملت اسف على الازعاج. طب انت خارج بمود ناجح فيه جدا. انه انا عايز اقارن حاجه بحاجه مش شبه بعض واقول على انهي واحده فيهم احلى، مش تعرفي. انا لما جيت افكر في الحقيقه في اسف على الازعاج فقلت حتى لو الناس داخله لبطل الفيلم انا عايزين يخرجوا ان الفيلم هو البطل. ازاي يبقى الفيلم البطل؟ فيلم البطل يبقى بالموضوع بتاعه. أيوة. فتم اختيار الموضوع ده. وفعلا الفيلم لما ينزل يحقق نجاح كبير ويعمل ضجة وقتها لتحقيقه إيرادات 23 مليون جنيه، وده طبعا وقتها كان رقم كبير جدا جعله في الصدارة ومتفوقا على جميع منافسيه في هذه السنة. طيب هي فكرة آسف على الإزعاج جت منين؟ على عكس أغلب الأفلام اللي فكرتها بتبدأ من البداية لحد ما بتتدرج الأحداث وبنوصل للنهاية، ففي فيلمنا النهاردة الفكرة ابتدت بالبلوت تويست، أيوة هي الخضة اللي حصلت في نص الفيلم دي. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. ومن هنا بدأ مؤلف الفيلم أيمن بهجت قمر في كتابته آسف على الإزعاج وبناء قصته من المشهد المؤثر ده اللي جه في دماغه. لما ايمن بهجت قمر قال لي واحد عايش مع ابوه وامه، ثم بعد شويه بنكتشف ان ابوه ميت ومفيش ابوه اصلا لان عنده سكيزوفرينيا. قلت له انا عايز البتاعه دي. عارف إن في ناس بتشوف إن فكرة الفيلم مش أصلية 100% وإنها مقتبسة من أفلام أخرى، خاصة فيلم A Beautiful Mind، وعادي حقهم لأنه شيء طبيعي إنك تلاحظ تشابه بين فيلمين بيحكوا عن نفس المرض. بس خليني أقولك إن فيلمنا النهاردة أحداثه مختلفة بكل تفاصيلها وحبكتها عن أي عمل آخر، وحتى لو في تشابه في بعض الجوانب فده ما يقللش تماما من فيلم آسف على الإزعاج. وبصراحة أنا ملقتش أي حد من صناع الفيلم اتكلم عن موضوع اقتباس الفكرة، فممكن يكون أي تشابه مجرد توارد أفكار راجع لأن الفيلمين بيحكوا عن مرض واحد. فعلى أي حال خلينا ندي فيلم آسف على الإزعاج حقه، لأنه بعيدا عن أي حاجة فهو معمول بحرفية وإتقان شديد جدا، وقدم لنا جرعة كبيرة من المشاعر المؤثرة اللي تخلي الفيلم يفضل محفور في ذهنك لسنين طويلة، ويكون عمل مميز فعلا يستحق المدح ويبهرك بكل تفاصيله والحاجات الجديدة اللي بتكتشفها في كل مرة بتتفرج عليه فيها. وما تقلقش يعني هنتعمق في التفاصيل دي كلها بعد شوية. قصة فيلم آسف على الإزعاج اللي بتاخدنا رحلة في حياة حسن، مهندس طيران ذكي وطموح عنده فكرة مشروع لتوفير الطاقة المستهلكة في الطيران، فبيلجأ لإرسال خطابات لرئيس الجمهورية عشان يساعده في تنفيذ وتمويل مشروعه.
وبتتوالى الأحداث عشان تظهر فريدة في حياة حسن، البنت اللي أعجب بيها وبحيلة ذكية قدر يتعرف عليها، وبنشوف مغامراتهم سوا وحب حسن وتعلقه بيها بجانب حبه لوالده الطيار صلاح الدين، واللي حسن بيكون قريب منه وبيحكي له كل حاجة بتحصل معاه في حياته عشان يكون هو دايما المحرك والداعم ليه، واللي بيقدم له اقتراحات وحلول لكل مشاكله، واللي منها علاقته بوالدته نوال واللي بتكون مش أقوى حاجة، وده لأن نوال في أغلب الوقت معترضة على تصرفات حسن الغريبة. وبنستكمل الأحداث عادي جدا وكأن مفيش أي حاجة، لأن نتفاجأ في نص الفيلم إن والد حسن أصلا متوفي، وإن كمان مفيش فريدة، وإن حسن في الأساس بيعاني من مرض الفصام أو الشيزوفرينيا، واللي بيخليه يتخيل حاجات ويعيش أوهام بعيدة تماما عن الواقع. بس لو قلتلك إن من أول لحظة في الفيلم والمخرج عمال يبعتلك رسايل توصلك إن في حاجة غلط، وإن الأمور حوالين حسن مش بتسير بشكل طبيعي، ومع ذلك إحنا كنا مصدقين حسن ومكذبين الحقيقة اللي كانت واضحة معانا في كل مشهد، ولكن إحنا اللي اخترنا نكمل في الوهم ونعيش في خيال حسن، الخيال اللي كان فيه آخر أمال حسن في إنه يعيش حياة طبيعية وسط واقع مؤلم وصادم، واقع مر تعيش فيه وحيدا محبط ومهمش، أحلامك مجرد أحلام، فلا تجد سبيلا للهروب من واقعك سوى بالانفصام لكي تعيش أحلامك وكأنها واقع حقيقي. فيا ترى هتعمل إيه؟ وشفت نفسك في المراية بكيت. تعالوا مع بعض كده نجيب الشريط من الأول ونشوف الفيلم من وجهة نظر أخرى، ونفهم المخرج كان عايز يوصل لنا إيه من كل مشهد، وإزاي قدر يقدم لنا حبكة درامية محكمة تكاد تكون هي الأقوى في السينما المصرية. نبدأ بمشهد الافتتاح واللي بيبدأ يفرش لك فيه المخرج العالم اللي انت داخل عليه. هتلاقي في المشهد ده حسن بيخاطب رئيس الجمهورية في لقطة هاي أنجل تعبر لك عن علو ومكانة الشخص اللي بيخاطبه. حسن بيكلمه على المشروع بتاعه وبيقول له إن ده الخطاب رقم 186. أرسل لسيادتك الخطاب رقم 186. ولكن بيجي يطبع الورقة بنكتشف إن الخطاب رقمه 168 مش 186 زي ما كان بيقول. وهتلاقي كمان إن رقم التليفون اللي حسن كاتبه هو 10 50 60 70، اللي هو من أولها كده تشك إن في حاجة غلط، بس صدقني مش لوحدك اللي حاسس بالشك، عشان حسن نفسه في اللقطة دي لمس مناخيره، ودي واحدة من أشهر علامات لغة الجسد عموما، واللي بتعبر عن الشك وإن الشخص مش مقتنع باللي بيتقال أو إن في فكرة أو حقيقة هو بيرفضها. حسن بيكمل كلامه عن إحساسه بإن الناس بتكرهه وإنهم أوقات بيشتموه. الناس ما بتحبنيش يا ريس، دول أحيانا بيشتموني عيني عينك، بيشتموني في وشي بسبب ذكائي، بسبب عبقريتي. وده واحد من الأعراض المميزة لمرض الفصام، بس لو اترمى بشكل صريح كده مش هيبقى شيء كويس، فعشان يحبكوا الفيلم بشكل صح جابوها في إن حسن ذكي، وإن وارد فعلا الناس تكون بتحقد عليه بسبب ذكائه، وبكده خلاك حتى لو أنت عارف الأعراض حسن ما يكونش مثير للشك بالنسبة لك. منهم المشهد ده أيضا واللي بيعبر عن واحد من الأعراض الأخرى لمرض الفصام، وهو صعوبة التركيز، وده ظهر لما كان بيصب عصير في الكوباية ولما خلص راح حط الكوباية في التلاجة وبعدها رجع جابها من تاني. اللي فات ده كله كان في مشهد الافتتاح فقط اللي مدته لا تتعدى 4 دقايق، فيعني من البداية كده والفيلم بيعبر عن نفسه بقوة وبيظهر لك انه فعلا بيقدم شيء مدروس ومتخطط له كويس، وان صناعه كانوا مذاكرين كل صغيرة وكبيرة في الفيلم، وان كل حاجة بتحصل محسوب لها كويس. بنيجي بعد كده للمشهد ده. خير يا بيه، أخبار الدنيا إيه؟ الدنيا مقلوبة. كده هتتعدل يا عم مغاوي. إفيه مبطن بإسقاط سياسي جميل، بس مش ده الغريب. الغريب في إن بعد ما قال له كده حارس العقار راح مشقلب الجرنان تاني، فأكيد ده يحسسك إن في حاجة غلط، خصوصا إننا بنشوف والده في نفس الوضع ده بعد شوية وهو بيقرأ جريدة الأخبار بشكل متشقلب. المهم بيروح حسن يبص على العربية عشان يلاقي مكتوب عليها عربية الحمار. هي دي مش نفس الشتيمة اللي اتقالت له من ثواني فاتت من الشخص اللي كان بيكلمه في التليفون؟ يا عم انا مش عايز اسرقك، أما أنت عايز إيه؟ انا عايز اهزقك. طيب خلي التفصيلة دي معانا هنحتاجها بعدين. حسن بيروح بعدها للمطار اللي شغال فيه كمهندس وبيلاقي المدير بيستدعيه وبيقول له انت ازاي جاي في يوم اجازتك؟ انت ايه اللي جابك الشغل وما اجازتك؟ والله يا فندم نسيت ان انا اجازة. نسيت؟ اسمع يا حسن، انت احوالك اليومين دول مش عجباني، اللي اعرفه انك لما تيجي لحد هنا وتكتشف انك اجازه من الطبيعي انك تروح. وفي امر الواقع ان حسن منسيش ولا حاجه، بل ان ده سلوك غير سوي بيتضمن مقاومه التعليمات واللي يعتبر هو كمان من اعراض المرض. بنشوف حسن في المشهد اللي بعديه قاعد في كافيه وبيشوف لاول مره البنت اللي هيعجب بيها، وبنلاقي ان ايده لمست فمه بشكل عفوي، والحركه دي في لغه الجسد بتعبر عن ان الشخص ده بيكذب وان في حقيقه هو مش عايز يظهرها.
من إعجاب حسن بالبنت اللي شافها قرر إنه يرسمها، ومن هنا صناع الفيلم بيوصلوا لك إنها ما اترسمتش على الورق، لأ دي اترسمت واتحفرت في دماغ حسن خلاص. بنشوف المشهد اللي بعده حسن بيروح البيت ويقعد مع أبوه اللي هو فعليا مش موجود ومتوفي، بس حسن هو الوحيد اللي بيتخيل إن هو لسه عايش. فلما جه يعمل قهوة أبوه قال له لأ ما تحطليش معاك. لا ما تحطليش. ليه؟ عايز اعرف انام شويه. وكمان حسن مش بيقفل باب البلكونة لأنه بيبقى متخيل إن أبوه هو اللي هيقفله. خش اقعد في البلكونه شويه. بقول لك ايه يا حسن، يبقى اقفل باب البلكونه وراك عشان الدبان ما يملاش الصاله الصبح. بس مش تقفل باب البلكونه وراك بقى عشان ماما ما تزعقلكش. بعدها بيروح الكافيه وبيتخيل إن البنت اللي معجب بيها قاعدة قدامه، بس لغة الجسد بتاعته كالعادة بتظهر إن هو بيكذب أو شاكك في حاجة. أعتقد خلاص أنت فهمت جزئية لغة الجسد دي، وده لأني مش هذكرها تاني في الفيديو لأن حسن بيعملها طول الفيلم، فهنبقى بنضيع وقت والفيلم فيه حاجات كتير أنا لسه عايز أتكلم عليها. بعد كده بيقدر حسن بذكائه يفتح كلام مع البنت دي، بس هتلاقوا هما واقفين مع بعض في حد بيعدي من وراهم كده، والشخص ده بيكون مستغرب هو حسن واقف بيكلم مين أصلا. وعلى فكرة ده حصل في مشهد تاني ولكن في نص الفيلم. في ايه يا حبيبي؟ ما تبص قدامك. الله، ايه الجنان ده؟ هي هبت معاك ولا ايه؟ ايه الناس الغريبه دي؟ وفي نفس اللقطة حسن سألها على اسمها، قالت له فريدة، أو هو اللي سماها فريدة لأن زي ما احنا متفقين هي مش موجودة غير في خياله هو بس. بعد كده حسن بيروح البيت يقعد مع والده يحكي له عن فريدة، وكان ده تعليقه على الاسم. طلع اسمها فريده؟ اسم قديم قوي. على اسم تيتا. سماها فريدة على اسم جدته، وهكذا في كل حاجة هتحصل مع حسن من هلاوس وأوهام هي جزء من شخصيته في الحقيقة. الأشياء اللي بيتخيلها حسن هو اللي بيصنعها بنفسه من الحاجات اللي بيحبها، الكذبة اللي اختارها عشان ما يبقاش لوحده ولازم يصدقها. وهيبان ده أكتر في المشاهد اللي جاية، وهنكتشف إن فريدة حسن صنعها عشان تكون انعكاس ليه ولشخصيته، انعكاس لكل حاجة هو بيحبها واللي بسببها هيقدر يعمل الحاجات اللي كان بيخاف إنه يعملها. حسن بيروح بعدها يقابل صاحبه، وبنعرف من خلال المشهد ده إنه بدأ ينعزل عن صحابه وإنه مبقاش شخص اجتماعي، وفقد القدرة على الاستمتاع بالأشياء اللي كان بيستمتع بيها قبل كده، وده أيضا وكمان من أعراض المرض. طب انت استنى، انت ايه يا ابني مبقتش تخرج معانا ليه؟ انتوا عم بتخرجوا في اماكن كلها دوشه ورقص، انت عارف انا ما بحبش بقى الدوشه والحاجات دي. طب ما انت كنت بتحبها. حسن بيروح يقابل فريدة تاني وبنلاقيها لابسة تي شيرت عليه موتوسيكل، والمخرج أظهر لنا حب حسن للموتوسيكلات في مشاهد كتيرة قبل المقابلة دي. ماما انا عايز اشتري موتوسيكل. يا ابن الكلب، 300 كيلومتر في الساعه. وكمان الشغل اللي هو تخيلها فيه بيشارك نفس الاهتمامات بتاعته. هو انت بتشتغلي ايه يا فريد؟ بشتغل ويدنج بلانر، بعمل ديكورات الافراح، بعمل انفيتيشنز، بختار اغاني. حسن مهتم بديكور بيته، وكمان حبه للأغاني بيظهر في إنه على طول لابس سماعات، وده على فكرة يدي عمق للشخصية أكتر في جزئية إنها منعزلة. وكده كده حبه للمزيكا والأغاني هتلاقيه مصاحبه طول الفيلم. والأوضة بتاعت حسن من أهم العناصر اللي استخدمها المخرج عشان يعرفك أكتر على شخصية حسن. حبه للموتوسيكلات والموسيقى بيظهر هنا كمان. المشهد اللي بعده بيبدأ فيه ظهور أعراض جديدة على حسن، منها السلوك العنيف. ايه مالك عصبي كده ليه على الصبح؟ وكمان عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية. حسن بيقابل فريدة تاني وبيتكلموا عن إن كل واحد بتكون ليه ضحكة مميزة. فريدة بتقول لحسن دور على ضحكة تكون شبه شخصيتك. حسن بيدخل الحمام وبيدور على ضحكة مميزة ليه فعلا. عايزك تركز في الضحكة دي عشان هنجيلها بعد شوية. بس خدت بالك الجليتش اللي بيحصل في المشهد ده بيديلك عمق إن الشخصية دي مش متزنة نفسيا، خصوصا إنها واقفة قدام مراية، والمراية بتكون بتعبر عنك وبترمز ليك لأنك بتشوف نفسك فيها. بعد كده بنشوف إن حسن عنده في الحمام نفس اللوحة اللي شافها لما كان بيتخيل إنه مع فريدة. وكمان حسن لما بيتخيل إنه بيقابل فريدة بيقابلها في الأماكن اللي هو بيحبها زي الأماكن الأثرية مثلا، واللي المخرج أظهر لك حب حسن ليها من خلال غرفته واللي عليها لوح كتير تخص الأماكن دي. بعد كده بنلاقي حسن بيروح الشغل وبيعرف إنه توقف عن العمل، بس بشكل غريب حسن بيسخر من الموضوع وأظهر عدم اهتمام أو أي انفعالات، وده كمان من أعراض مرض الفصام. بس عشان ما تاخدش بالك إن في حاجة غلط، صناع الفيلم بانوا ليك إن حسن شخصية ذكية واثقة في نفسها ومن قدراتها، فعادي يعني إنه ما يبقاش فارق معاه. نيجي بعد كده للمشهد ده اللي حسن بيكلم فيه شخص مجهول في التليفون، الشخص اللي كان دايما بيتصل بيه عشان يشتمه ويهزقه، واللي بنعرف في آخر الفيلم إن هو حسن نفسه. بس لو ركزنا في دي هنلاقيها كانت واضحة من الأول. أولا شوف بس كده نغمة تليفون حسن، هتلاقي إن يعتبر هي نفس موسيقى فيلم بئر الحرمان لسعاد حسني.
واللي كانت بتجسد فيه مرض ازدواج الشخصية. المهم لو ركزنا في تفاصيل الشخص المجهول ده هنلاحظ انه عارف بموضوع مشروع حسن، وده شيء غريب بجانب انه بيتكلم بنفس طريقته. إن كنت فاهم إنك ممكن تسرق حاجة مش بتاعتك تبقى غلطان. أنا فاشل يا فاشل يا ابني يا حقير يا ابني. طب أنزل إزاي أنا دلوقتي؟ أنزل إزاي يا تيت يا ابني التيت؟ وصل لما كلمه في التليفون المرة التانية بيقول له انت بتكتب الخطاب اكتب السيد رئيس الجمهورية مش عزيزي، مع ان في اول مرة حسن كان بيكتب فيها الخطاب هو كان كاتب بنفسه السيد عادي. السيد رئيس الجمهورية. فاكر حتى الضحكة اللي اختارها حسن هي نفس ضحكة الشخص اللي كان بيكلمه في التليفون. شربتها يا مغفل. المهم تعالى نرجع تاني لحسن وهو بيقابل فريدة صدفة وبتقول له هوديك مكان انا واثقة انك عمرك ما رحته. صدقني كل يوم بعدي من هنا وانا رايح الشغل كان فعلا نفسي ادخل اشوف البرج اللي بيتحرك على ترسه دول. حسن وقت ما كان بيحس بالضعف بيتخيل وجود فريدة معاه، الشخصية اللي قادرة تخليه مبسوط وسعيد وكمان يعمل الحاجات اللي كان بيخاف انه يعملها. وفي نفس الوقت حسن بيطلب رقمها تاني ولكنها بتقول له خلينا نبقى نتقابل صدفة احسن. مش هتديني موبايلك بقى؟ ليه؟ ما احنا اتقابلنا اهو من غير موبايلات. اتقابلنا صدفه. طيب لو ما اتقابلناش صدفه تانية هتلاقيني بكلمك. هاتي انت موبايلك وانا هقول له. اديني رقمك وانا بكلمك. اوكي. تقابلها امتى؟ واحنا اتفقناش، هي اصلا ما رضتش تديني رقم موبايلك. وبيحاول يديها بوكيه ورد ولكنها بتغير الموضوع ومش بتاخده منه لانها في الاساس مش موجودة. بس انا مش فاهم منين مبسوطه ان انا جبت لك ورد ومش عايز تاخديه مني؟ عشان بعدها يروح حسن يدي الورد لوالدته لنكتشف ان البيت بتاعه كله مليان لوح ليها علاقة بالورد، عشان تدرك ان الاوهام اللي بيعيشها حسن كلها مستمدة من الواقع اللي بيعيش فيه، ولكن بسبب صعوبته بيحاول انه يتهرب منه عن طريق انه يعيشه بشكل مثالي بس في خياله. ومدى حبه وتعلق حسن بوالده بيظهر حتى في تخيله ليه، بيتخيله دايما بيدعمه وبيرفع ثقته بنفسه. انا افتكر ان ابني ما يغلطش ابدا. تيجي اخدك ورايا لفه بالموتوسيكل. اتعلمت؟ يلا بينا. طب والمشروع؟ بعدين يا ابني الايه؟ لا كده اركب طبعا. طب وده طبيعي؟ لا طبعا دي عبقريه، العب. كده حسن وهو بيلعب شطرنج مع والده، ولكن في الحقيقة الكاميرا مش بتجيب صلاح الدين والده وهو بيلعب خالص، بل إن الكادرات بصياعة بتخدعك إنهم عادي هما الاتنين بيلعبوا مع بعض، ولكن في الحقيقة حسن بيلعب لوحده. بعد كده بنشوف حسن بيقرأ كتاب عن جيفارا وهو نفس نوعية الكتاب اللي تخيل إن فريدة بتقرأه في تاني مرة شافها فيها. حتى بعدها بيروح حسن يقابل فريدة تاني عشان نشوفه في المشهد ده لابس تيشيرت مرسوم عليه البيربل كاو. والبقرة البنفسجية دي باختصار نظرية في مجال الماركتينج بتتكلم في إنك لو عايز تبقى مميز عن المنافسين اللي في مجالك هو إنك تقدم حاجة مميزة وفريدة، وده بيرمز لموضوع إن حسن بيحب الحاجات اللي بتكون مميزة وفريدة من نوعها، عشان كده هو تخيل البنت اللي هيحبها عندها نفس الهوايات والشغف والمغامرات بتاعته، وعشان كده سماها فريدة. بتبدأ الأعراض تزيد على حسن، فقدان الحافز، انفعالات أكتر، انعزال أكتر، وده على لسانه هو. هو انت مالكش صحاب يا حسن؟ لا انا اصلي ما بحبش الناس او بقيت ما بحبش الناس. لحد ما بيجي المشهد اللي والدته بتعرف انه اتفصل من الشغل، وخلاص لما نبدأ نربط الخيوط اللي فاتت ببعض هنفهم ان في حاجة غلط. انت لازم تروح لدكتور يشوفك. روح يا ابني ربنا يصبرك على ما بلاش. اسمك حسن صلاح الدين وامك اسمها نوال خير في حاجه ولا؟ حسن بيبدأ هو كمان يشك في نفسه، وعلى فكرة المشاهد دي مؤثرة جدا، هو في الحقيقة فيلمنا النهاردة كله مؤثر. بيروح بعدها يلعب سكواش مع والده، ولو خدت بالك هتلاقي ان صلاح الدين والده ما لمس الكورة خالص بالمضرب طول المشهد، وان حسن في الواقع كان بيلعب لوحده. انت مش بتلاعب واحد تاني، انت في اتنين جواك بيلعبوا بعض، فلازم انت اللي تقرر وتشوف عاوز مين فيهم يكسب واكسب بيه. حسن بياخد فريدة ويسافروا هما الاتنين العين السخنة، عشان بذكاء كبير المخرج يشغل لك أغنية معبرة جدا عن حالة حسن. حسن بيتخيل فريدة لابسة فستان أحمر وشال عليه ورد، واللون الأحمر بيعبر لك عن إن في مشاعر قوية وبيبقى مربوط دايما بالحب، الحب اللي كان حسن بيتمناه. الحب مش أمنية يا حسن، الأمنية إن الحب ده يدوم. وبتنتهي اللقطة دي بإن حسن بيقول لها القفي أو امسكي الحجر ده، بس للأسف هي مش موجودة أصلا عشان تمسكه، فبيقع على الأرض. وبيقعد حسن يتكلم مع فريدة ويوصف لها قد إيه هي الشيء الجميل اللي شجعه يعمل كل حاجة كان بيخاف يعملها.
عارفه فريده ان انت اللي شجعتيني اعمل كل الحاجات اللي كنت بخاف اعملها. حسن انت اول مره تضحك من قلبك. وعشان كده كان بيتخيلها لابسة سلسلة عليها فراشة، الفراشة اللي حسسته بالأمل والتغيير، وإنه يملك الحرية وقادر يعمل كل حاجة حتى لو يطير. حاسس ان انا طاير. بنيجي بعدها للمشهد اللي البطل بيقعد فيه مع الشخص اللي اتعرف عليه من القهوة، وبيقعد يسمع مشاكله في مشهد محطوط في قالب كوميدي، إنما هو في الحقيقة مليان إسقاطات على حال البلد وقتها. يعني أنا قطر اللي فوتنا، قطر الشغل، قطر العمر، قطر الجواز. تركب قطر الشغل يا دوب تعمل لك قرشين، وهوب قطر العمر يتقلب بيك في قليل. حتى هتلاقي كل اللي قاعدين على القهوة اسمهم ياه، ملهمش اسم وفاقدين للهوية، عشان تدرك مدى تهميش المواطن المصري. تعرفوا يا؟ لا ما اعرفوش. ولا انت؟ ولا عمري شفته. ده احنا كلنا يا تستغرب ولا عايز حد فينا؟ لا بستغرب. بننتقل بعد كده للكادر ده واللي المخرج من أول الفيلم عايز يبروز لك إن حسن مدخن، وإن أغلب مشاهده في الفيلم بيكون بيشرب سجاير، وده مش على الفاضي طبعا، بس لأنه علميا احتمالات إصابة الشخص المدخن بالفصام بتكون ضعف احتمالات إصابة الشخص الغير مدخن. واستكمالا لبراعة الفيلم في حبكته وعرض تفاصيل المرض، فمن مضاعفات الانفصام هي لجوء المريض لأفكار زي شرب المخدرات مثلا، وده اللي ذكره حسن وهو بيتكلم مع فريدة. نفسي ابقى عايش حياتي زيك كده، بشرب مخدرات. ايوه بس انا ما بشربش. ما انا لما اشرب هعلمك. بعد كده حسن بيقعد مع الراجل اللي جاي يأجر الشقة على حسب كلام مامته، ولكن بذكائه بيعرف إنه دكتور جاي عشان يعالجه، عشان نتأكد فعلا إن حسن مريض وإن أبوه متوفي. انت فاكراني اتجننت وجابالي دكتور نفساني؟ عشان انا عاقل مش مجنون. انا مش عارف انتوا شايفيني عاقل ولا شايفيني مجنون. انتوا ساكتين ليه؟ محد يرد. تبقى ابوك في حاله بقى. انا بساله. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. والمشهد ده يعني مش محتاج مني كلام لأنه لوحده مؤثر جدا. أتمنى وأنت بتشوفه بس ما تكتئبش ولا تعيط عشان هيعز عليا زعلك. كفايه بقى، حرام عليك. انا كمان نفسي يبقى كفايه. ابوك مات، تقدر تقول لي هو فين؟ ومن ثم اللقطة اللي بيتأكد حسن فيها بنفسه إن والده متوفي، عشان الأغنية اللي تشتغل في المشهد ده تجيب لك الخلاصة وتوصف لك علاقة حسن بوالده كانت عاملة إزاي. وطي الصوت ده شويه يا حسن. حسن بعدها بيروح فرح أخو صديقه ليتخيل وجود فريدة هناك وإنها كمان بتخونه مع صاحبه، فبيتكلم معاها في مشهد بنعرف فيه ونقدر حجم معاناة حسن، وإن لجوءه للعيش في أوهامه كان هو السبيل الوحيد اللي بيخفف عنه ألمه عشان يقدر يعيش في وضع غير صالح إنه يعيش فيه. ابقى لوحدي وانا مش عايز ابقى لوحدي عشان انا على طول لوحدي. انا اسف. بيروح حسن لبيت فريدة ليكتشف إنها الشقة بتاعتهم اللي بيجيب منها الإيجار، والمخرج منساش على فكرة إنه يلمح لك بحاجة زي كده. كنت عايزاك تعدي على الشقه تجيب الايجار. اديني اخر الدنيا يا ماما واطلع سادس دور على رجلي. يا ابني لا انا ساكنه في السادس. مش مهم. السلم بشع. طبعا صدمة كبيرة إن فريدة تطلع هي كمان مش موجودة، فبيتمسك حسن بآخر خيوط الأمل لمقاومة الحقيقة، فبيدور على الكاميرا اللي اتصور بيها مع فريدة لما كانوا في العين السخنة لنكتشف إن كمان مفيش فريدة. مفيش هنا حد؟ مفيش حد هنا؟ هنا ماما؟ ماما مفيش حد هنا؟ ومعلش يعني والله على جرعة الحزن دي، أنا عارف ومقدر، بس بيقولولي عيطته في أنهي مشهد من دول. وخلاص بيدرك حسن فعلا إنه مريض وبيقرر يروح يتعالج، وبنشوف صعوبة الوضع اللي بيمر بيه هناك واللي وصفه لك المخرج بمشهد زي ده. ومشهد زي ده حلو على فكرة، لأن زي ما يوسف شاهين قال إن السينما فن بصري بالأساس، والمخرج هو الشخص الذي يريد أن يقول شيئا عبر الصورة، والصورة هنا فعلا قالت وعبرت عن كل حاجة. المهم حسن بيتعالج وبيعرف من الدكتور إنه لو بطل الأدوية التهيؤات هترجع له من تاني. لحد هنا والدنيا جميلة وماشية زي الفل، بس ما بعد كده الأمور حسيتها بدأت تاخد منحنى النهاية المثالية والسعيدة. يعني طول الفيلم المخرج بيبروز لنا قد إيه المشروع بتاع حسن هو مشروع كبير ومحتاج يتعمل بره مصر، أو عشان يتعمل في مصر لازم تدخل من رئيس الجمهورية. وبالفعل حسن بيجيله عرض إنه ينفذ المشروع بتاعه بره مصر، وإنه هيتعمل بشكل أحسن وأفضل هناك. وخلاص كلنا متأكدين إن حسن من أول الفيلم كان نفسه المشروع بتاعه يتعمل في بلده، وسعى بشتى الطرق لكده، بس للأسف كان مهمش ومحدش مهتمله أصلا. وخلاص يعني كل خيوط السيناريو مهيئة على إن حسن هيقبل يبيع المشروع بتاعه ويتنفذ بره مصر، لحد ما بيجي المشهد ده. قررت اللجنة الهندسية والإدارية
عودة المهندس حسن صلاح الدين زيدان إلى العمل وتنفيذ مشروعه في الورش الخاصة بقطاع الطيران وذلك لأهميته. حدث بصراحة كان غير مبرر ومفيش أي عنصر من عناصر السيناريو تخدم على إن ده ممكن يحصل، بس خلاص بيبدأ حسن ينفذ المشروع اللي كان بيتمناه ويمارس حياته بشكل طبيعي. وكمان في آخر الفيلم حسن بيقابل فريدة اللي هي في الحقيقة طلع اسمها مريم، وبيطلع إن المرة الوحيدة اللي شافها بجد كانت لما رسمها في أول الفيلم، ويعني على طول أول ما شافها قال لها بحبك. طب ماشي حسن احنا ممكن نعديها له لأنه متأثر بكونها نفس البنت اللي عاش معاها في خياله، وعلى رأي الست أم كلثوم وإن كنت أقدر أحب التاني أحبك أنت. بس الغريب إن هي كمان طلعت سبحان الله بتبادله نفس الشعور وبتحبه عشان ينتهي الفيلم نهاية سعيدة بجوازهم. وبيجي مشهد الختام واللي بنلاقي حسن مسمي ابنه على اسم والده، واللي المخرج عايز يوصل لنا فيه إن مامة حسن هي كمان توفت، فغالبا قرر حسن إنه يبطل العلاج عشان يقدر يشوفها هي ووالده من تاني. ولكن بعد انتهاء وسير الأحداث بهذا الشكل، هل يظل آسف على الإزعاج أفضل فيلم مصري؟ اتكلمنا في الفصل اللي فات على براعة المخرج خالد مرعي بالتعاون مع المؤلف أيمن بهجت قمر في تقديم لينا قصة مميزة وحبكة متقنة بكل تفاصيلها، وشفنا منهم إبداع لا متناهي في جميع الجوانب. بس كل ده أكيد ما كانش هيحصل إلا بوجود طاقم عمل رائع أخلص لشغله بكل ما تحمله الكلمة من معنى عشان يقدموا لينا عمل يخلد في الذاكرة لسنين طويلة. ونبدأ بالممثلين الراحلين عن العالم بتاعنا كتكريم ليهم. دلال عبد العزيز رحمة الله عليها، واللي تحسها أحسن ممثلة تعمل لك دور الأم، وفي فيلمنا النهاردة حقيقي أبدعت في العديد من المشاهد الصعبة والقوية. وأيضا محمد شرف رحمة الله عليه، واللي ظهوره في الفيلم كان عبارة عن 3 مشاهد بس، ولكن ال3 هتفضل فاكرهم وهيفضلوا معلقين معاك. وسبحان الله كان عنده قبول رهيب يخليه حتى ولو هيطلع في مشهد واحد بس يخليه مميز ويدخل القلب على طول رحمة الله عليه. وطبعا يجب ذكر محمود حميدة ومنى شلبي اللي ساهموا بشكل كبير في نجاح الفيلم واكتمال أركانه وصولا للنجم أحمد حلمي. والحقيقة أنا مش عارف أحمد حلمي في الفيلم ده يتقال عليه إيه ولا إيه. الراجل قدم دور يعجز عن تقديمه ممثلين كتير، واهتمامه بدراسة الشخصية من جميع الجوانب لتجسيدها بشكل صحيح بيدل فعلا على عبقريته. أحمد حلمي هنا هو اللي انفصم عن شخصيته في الحقيقة عشان يقدم لينا حسن ببراعة في الانفعالات وقدرة كبيرة على توصيله لمشاعر الشخصية حتى من غير ما يتكلم، بل فقط بلغة جسد الشخصية، واللي لوحدها كانت كافية للتعبير عن كل حاجة بشكل سليم. ومن كل قلبي أتمنى أشوف أحمد حلمي بتاع زمان دلوقتي اللي ما كانش بيهاب خوض التحديات الصعبة عشان يظهر براعته وعبقريته كفنان. الموسيقى التصويرية واللي كانت لعمر إسماعيل، واللي قدم لينا موسيقى هايلة جدا وظهرت بشكل كبير في المشاهد الصعبة واللي كانت مؤثرة وقدرت تنقلك الإحساس وتعيشك فعلا في أجواء الفيلم. وأخيرا التصوير لأحمد يوسف، واللي قدر باحترافية كبيرة يشتت انتباهنا عن الحقيقة واللي كانت واضحة قدامنا في كل مشهد، ولكنه ساهم ببراعة في حبكة الفيلم بالشكل الرائع ده. هل يظل آسف على الإزعاج أفضل فيلم مصري؟ في الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة مع نهاية الفيلم بشكل سعيد إلى حد ما، وأكيد صناع الفيلم بعد ما يعيشوا الجمهور الرحلة اللي مليانة حزن دي ما كانوش حابين إنهم كمان ينهوها بشكل حزين، فحاولوا في الآخر إنهم يخلوها سعيدة نوعا ما. وفكرة حب مريم لحسن في آخر الفيلم وجوازهم من بعض عادي يعني يمشي كأمر طبيعي، إنما أنا بس كان اعتراضي على جزئية المشروع بتاع حسن، لأن حسيت الموضوع بيميل للمثالية أكتر. بس أكيد سبب زي ده مش هو اللي هيقلل من قيمة فيلمنا النهاردة، واللي معمول بحرفية كبيرة على جميع المستويات، وأبدع الجميع فيه وبرعوا في تقديم عمل فني متكامل مصحوب برسائل عظيمة، واهتمامهم بأدق التفاصيل لتقديم حبكة درامية تكاد تكون هي الأقوى في أفلامنا. فيظل آسف على الإزعاج هو أفضل فيلم مصري، بس أكيد مش على الإطلاق يعني، بل بمشاركته مع أفلام تانية كتير برع صناعة في تقديمها بتميز وبفن مصنوع بحب. فأيوه عشان يبقى وصلك إن أكيد آسف على الإزعاج هو مش أفضل فيلم مصري بقى على الإطلاق، وإن باقي أفلامنا التانية ما تجيش حاجة جنبه، بل بالعكس أفلامنا المصرية الحلوة كتير. بس أكيد في ناس كتير بالنسبة لهم آسف على الإزعاج هو الأفضل في السينما المصرية، وأنا برضو متفق إن مفيش قائمة للأفضل هتخلو من وجود فيلم آسف على الإزعاج. أنا لما خفيت شفت حقيقة ما كنتش عايز أشوفها، يا ريتني فضلت عيان.
أنا مش عارف، أنا كنت عيان وخفيت ولا كنت خافف وعييت؟ أنا آسف على الإزعاج. وبس رحلتنا في إعادة اكتشاف إحدى أفضل الأفلام المصرية قد انتهت، ومعاها بينتهي الفيديو بتاعنا. وحابب أقول إن كنت اتكلمت عن الفيلم ده من سنتين هنا على القناة، ويعني مع كل الحب والتقدير لمجهود عمدة من الماضي، ولكن بصراحة الفيلم كان يستحق أكتر بكتير من اللي اتقال، وعشان كده عملت الفيديو ده، واللي أتمنى أكون ضفت فيه شيء جديد أو ألفت نظرك لرسالة أو تفصيلة ما خدتش بالك منها وإنت بتتفرج على الفيلم. ولو عجبك الفيديو ممكن تشاركه مع صحابك وتعمل لايك لأنه بيساعد على انتشار المحتوى، وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، وما تنساش تروح تعملي فولو على الانستجرام واللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، سلام.